السلام عليكم ورحمة الله. استبعاد لامين يامال من قائمة المنتخب الإسباني. أصدر الاتحاد الإسباني بيانا رسميا أكد خلاله استبعاد نجم برشلونة لامين يامال من قائمة المنتخب الإسباني التي ستواجه جورجيا وتركيا خلال التوقف الدولي. وحمل البيان لهجة شديدة ضد نادي برشلونة وتصرفها المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراءات علاجية يوم الأول معسكره مع المنتخب الإسباني. وتم إجراء هذه الإجراءات دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الإسباني، ولم يتم الاطلاع على التفاصيل إلا من خلال تقارير ورد في الساعات القليلة الماضية، الذي أشار إلى توصية طبية براحة لامين يامال من 7 أيام إلى 10 أيام. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن قد تم تنسيق مع البلجيكي الدكتور برون طبيب الفريق الأول في نادي برشلونة الذي يتولى متابعة حالة لامين يامال. وقد جاءت نتائج التقييم الطبي للبلجيكي إيجابية، حيث أكد أن حالة يامال جيدة وأن البرنامج العلاجي الذي وضع الجهاز الطبي في برشلونة سيء، سواء من حيث الإعداد البدني أو العلاج الطبي يسير في اتجاه الصحيح. كما أشار إلى أن تقدم اللاعب في التعافي يعيد مرضا حتى الآن. ترى هل مشكلة اللاعب لامين يامال مع المدرب ديلافوينتي أم أن اللاعب مصاب